من منا لم يقشعر بدنه ويستشيط غضبه حينما شاهد هذين الجنديين اللذين دفعا ثمن تأدية واجبهما بتلك الصورة الوحشية من قبل جماهير الترجي الموتورة؟ من منا لم يتخيل نجله أو شقيقه في موضع هيثم صالح أو قرني محمد؟ إنهما رجلان يؤديان خدمتهما في مباراة لكرة القدم فيدفعان الثمن غاليا، ولا نملك إلا أن نقف احتراما لهما. أنا مجند في الحماية المدنية، اسمي هيثم صالح سيد. سنك؟ سني 23 سنة. مكلف إن أنا أطلع أبقى موجود في مدرجات الترجي التونسي. فأنا كنت موجود قاعد في مدرجات فوق، فلقيت الفريق النادي الأهلي جابوا الجون التاني. في لحظة دخول الهدف التاني طلعوا هم الصواريخ والشماريخ، فطبعا أنا مكلف لحمايتهم، فنزلت عشان أطفي الصواريخ والشماريخ دي. فنزلت دي بجري عشان أطفي الصواريخ والشماريخ، خطفت مني الطفاية بتاعتي، اعتدوا عليا وخطفوا مني الطفاية بتاعتي. لما خطفوا مني الطفاية بتاعتي طبعا مش هينفع إن أنا أسيبها لهم، دي عهدة بتاعتي يعني. مظبوط. نزلت جاي باخد العقدة بتاعتي ما قدرتش. كان حوالي كام واحد خطفوها منك واتجمعوا عليك؟ كان حوالي 2. في الاول كانوا 2. احكي لي بقى بالظبط اللي حصل من اول بقى ما بتاخدت منك ويقرن يحاول يدافع عنك، والضرب اللي احنا شفناه على التلفزيون ده واللي نقلته الكاميرات، احكوا لي بالتفصيل. ده كان حضرتك ضرب همجي، مش ضرب مثلا، مش ضرب مثلا عربي او لا، كان تعامل، كان ضرب مش عارف اوصف لك ازاي بصراحه. انت وصفته لي كده قبل التسجيل بالوصف يعني. بالوصف يعني يهودي كانه بيضرب واحد عربي. زي ما حضرتك بتتفرج في التلفزيون تشوف مثلا الاسرائيليين بيضربوا الفلسطينيين ازاي. ده كان اللي كان بيحصل فيا، ما كانش بيضربوا فيها ضرب عادي، لا ضرب همجيه، مش ضرب عادي. وصل لعدد كام واحد تقريبا كانوا بيضربوا؟ وصل لاكتر من 15 نفر او 10، مش فاكر عددهم، من كترهم ما قدرتش ان انا اعدهم. من كترهم ما قدرتش ان انا. كانوا بيضربوك يعني برجليهم ولا بحزمه ولا اللي كان بيضربني برجليه، واللي كان بيضربني بايديه، واللي كان في كرسي برضو لبسوني في وشي، وما قدرتش بالدنيا، كانوا اغمى عليا، ما عرفتش انا فين او انا مكاني، ما قدرتش بالدنيا خالص. الا فين قمت لقيت نفسي ان انا في المستشفى. لما شفت انت الموقف كده مع هيثم، انت اتحركت عشان تدافع عنه وتحاول تاخد العهده بتاعته، برضو لقينا ناس من وراك بيشدوك وبيضربوك. احكي لنا انت برضو ايه اللي حصل لك؟ تجري عليك والناس كانت طفاية عايزين يفتحوها عليا ويقولوا لي انا خدتها هنا او اشتريهم بيها كده، ورحت ان انا اجيب زميلي، قالت ان انا اجيبه كده، نزل هم عليا بالارض قاسي وايديهم معرفتش ان انا اعمل اي حاجه تانية. هل برضو اصبت بحاله اغماء؟ كرسي ما درستش. طب انا جاي هنا لحمايتك، مش جاي عشان اذيك. تعمل انت فيا ليه كل ده؟ الجماهير انت كنت بتقول لي كانت سكرانه يعني، والثلاث ارباعها كانوا سكرانين. والله اعلم، ممكن يكونوا اصلا كلهم يكونوا سكرانين. انت ما ولعت صاروخ شمروخ، انا نازل عشان اطفي الحاجات دي، نازل عشان انقذك، مش نازل عشان اضربك او نازل تخطف ليه مني الطفايه، وليه تضربني، وليه تضرب زميلي. في حتى منهم ناس كتيره كانوا جعانين، وفي كان معانا عصير، وفي كان مع زميلي ده كان معاه برتقانه تقريبا، فقلنا هنقسمها وناكلها مع بعض. فجاه لقينا ده ناس طالعه جعانه، ما فيش حاجه طبعا بيشاورونا كده، احنا لو وحشين هنقول لهم ما فيش، بس بالعكس احنا قلنا دول برضه ضيوف عندنا، طلعنا اللي عندنا كله اديناه لهم، وزميلي طلع البرتقانه واداها له. ايه ما فيش سجاير، ما فيش مش عارف ايه، طلعنا علبه السجاير بتاعتنا وخدوا. يعني احنا ما فيش في نيتنا اي حاجه وحشه ليكم، وده كان جزاءكم، وده كان جزاءنا اللي احنا نتضرب ونتهان. كرامتي تانت وقدام مين يعني؟ مثلا مش خلاص انا عرفت كرامتي تانت مع نفسي، لا ده قدام 70 مليون مصري، يعني خلافا 70 مليون مصري، يعتبر العالم كله شاف انا اتهنت. مش انا اللي اقول حقي يجي ازاي، انا حكومتي اللي تقول، او حكومتي هي اللي تجيب لي حقي، لكن انا مش هعرف انا اجيب حقي.
شايف الاعتذار كفايه اللي قدمه الاتحاد التونسي لكره القدم وايضا يعني عدد من القيادات في تونس والاعلام؟ ما هو برضه الاعتذار الجزائري برضه، مش الجزائر برضه اعتذرت؟ لا يعني الجزائر ما اعتذرتش، رفضت ان هي تعتذر، انما يمكن الاتحاد التونسي لكره القدم. الاتحاد التونسي طب سيادتك انا الاعتذار ده اعمل بيه ايه؟ او استفدت منه ايه في الاخر؟ افرض انا مثلا حصل لي حاجه، جات لي مثلا ارتجاج في المخ، لو قدر الله كنت مت زي ما كنا سمعنا، او ممكن خطفوا الطفايه فعلا تاني من زميلي وخبطوني بيها في دماغي ومت، كان ايه اللي تم؟ الاعتذار ده كنت هعمل بيه ايه؟ شفنا هيثم البطل هيثم، وشفنا البطل أوراني يمكن صوته يعني ما كانش واضح لانه فعلا مش قادر يتكلم، ولانه هو يمكن نعيد بس اللقطات تاني بتاعت هيثم وأوراني. هيثم هو الاولاني، الجندي الاولاني اللي تم الاعتداء عليه وحاول يخطف الطفايه بتاعته، نزل أوراني بسرعه راح لأوراني بسرعه حاول يحميه ويخطف الطفايه من الجمهور التونسي، وحصل عليه الاعتداء بالبوكس اكتر من مره بالشكل البشع اللي حضراتكم شفتوه وتابعتوه كله على شاشات التلفزيون. عايز اقول لهيثم انت ما تهنتش، يعني بالعكس انت كنت مثال للشجاعه، كنت مثال لبساله الجندي المصري، كنت مثال لشجاعه المواطن المصري، ما هموش ان هو واقف وسط الاف التوانسه الموجودين، انما وقف بكل شجاعه، صامد، رفض انه يجري. ممكن واحد يجري من الموقف يطلع يقول انا مش انا اللي بيحصل لي ده، او ياخد بوكس يطلع يجري ويسيب الموضوع، لا وقف وصمد. الكتره طبعا بتغلب الشجاعه، لكن في النهايه الشجاعه اللي اظهرها هيثم هي فخر لنا كلنا كمصريين. الشجاعه اللي اظهرها أوراني هي فخر لنا كلنا مصريين. اسمحوا لي ان انا اقف لهيثم وان انا اقف لأوراني تعظيما لأوراني وتعظيما لهيثم. انا عن نفسي وكل المصريين نقف احتراما، وكل زملائي خلفي في الطاقم الاعداد نقف لهيثم ونقف لأوراني. كنتم مثال الشجاعه المصريه، كنتم فخر لكل المصريين، وتستحقوا علينا على الاقل ان نقف لكم تعظيما وتبجيلا. عايز اقول لهيثم مؤكد وأوراني مؤكد ان الحكومه المصريه مش هتسيب حقك، ومؤكد ان الداخليه المصريه مش هتسيب حقك، لان الداخليه المصريه قبضت على هؤلاء المشاغبين والان يمثلون امام النيابه في محاكمه مصريه خالصه، وحتى لو انتقلوا الى تونس هتكون في محاكمه سيتحدث عنها الاعلام في العالم كله وفي مصر وفي تونس. حقك مؤكد هيرجع لك يا هيثم، وحقك مؤكد هيرجع لك يا أوراني. واوعى ابدا تتصور انك اهنت في هذا الموقف، لكن انت كنت مثالا للشجاعه والاحترام. هيثم أوراني من الصعيد، من بني سويف. هيثم عيلته عايشه في ليبيا، مقيمه هناك، والده بيعمل هناك ووالدته واسرته كلها بتعمل هناك في ليبيا. اول ما شافوا المباراه كانوا بيتابعوا المباراه زي اي مصري خارج الوطن بيعشق بلده على طول، اي حدث بيجري على التلفزيون يتفرج. عيلته اتفرجت على المباراه، شافت المشهد، والدته زي الكلام ده حقيقي مش بيحصل في الافلام والمسلسلات، لا قلبها اتقبض، حست ان ده ابنها، لان الصوره ما كانتش موضحه وش هيثم ولا وش أوراني من بعيد، لكن حست ان ده ابنها. وما بدا يحصل كلام فورا حجزوا الطياره وجم مصر عشان يشوفوا هل ده ابنهم فعلا ولا مش ابنهم، خصوصا ان هم حاولوا يوصلوا له ما عرفوش يوصلوا له. وصل اسره هيثم من ليبيا الى مصر وذهبوا اليه في المستشفى في مدينه نصر، وكالعاده طاقم اعداد كوره اونلاين احمد خيري وشادي ممدوح كانوا محل ثقه وتقدير من البرنامج مشاهدي كوره اونلاين، ذهب الى عائله او اسره هيثم صالح وسجلوا هذه اللقاءات. نتابعها. انا قاعد بتفرج على الماتش، انا وواحد صاحبي برضه